السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انا حبيت اصور لكم. احنا دلوقتي في مدينه من مدن ولايه ساو باولو في البرازيل. عشان الناس اللي بتتكلم عن الامان وكده، احنا حاليا دلوقتي الساعه 7:30 داخله على 8 بالليل. انا ماشيه انا وبنوتي صغيره لوحدنا. ايه يا لولو؟ تقعدي هنا؟ طيب ماشي اقعدي. هم هنا الشوارع الناس ماشيه عادي، وده شارع رئيسي والعربيات ماشية، وفي هنا اماكن في كل مكان واحنا ماشيين لو حد عاوز يقعد زي البنوتة والولد دول. السوي اسيا عايزة تقعد. طب عايزين نروح يا ماما. إيه، انا قلت اتمشى، لقيت الجو صراحة حلو ويشجع على المشي، فقلت اصور لكم برضو. تعالي يلا يلا هاتي ايدك علشان الأن هيجي الأن. إيه، الصراحة يعني الشوارع آمنة جدا. الواحد حتى ما يخافش بالليل من عربيات او كده. يعني انا باجي اعدي طريق كل العربيات بتقف لي. مفيش حاجة اسمها عشان انا بالليل ممكن حاجة تدصني ولا. يعني احنا عندنا في النهار وبالليل عادي، يعني لا يعدي الطريق بيتص في اي وقت. انت اللي بتستنى العربية، لما كان هنا العربية بتستناك. بيحترموا الحيوان لو هيعدي قدامهم في الشارع، مش انسان يعني. فاذا انسان وكمان معاك اطفال، يعني بتلاقي ممكن شارع كامل وقفلك. دي منطقة هنا زي مصرف. دي قهوة اللي هناك دي، وفي محلات لسه فاتحة. هما على الساعة 8 كلهم بيبقوا قافلين، بالذات الشوارع الرئيسية. جوه يعني مثلا ممكن على الساعة 7. احنا في فصل الشتاء، يعني احنا مش في صيف. هما هنا اصلا صيف او شتاء. الاوقات واحدة بالنسبة لهم. يعني هنقفل 7 بنقفل 7 صيف شتاء عادي، مش عشان احنا مثلا في الصيف نأخر او احنا في الشتاء كده يعني. تمام. السيارة انا استنيتها عشان هو طالع من مطلع مكان كده زي بنزينة او جراج. دي بنزينة، دي الاسعار بتاعت البنزين. متهيألي اللي ب4.9 ده اللي هو الإيثيلين، اللي هو زي اللي عندنا بنقول عليه كحول. هما هنا بيمونوا عربيات لا اما ببنزين او بكحول. الكحول ارخص من البنزين مع انه انضف، يعني ما بيبوظش العربية وكويس جدا. في محطات تانية الإيثيلين عندها، يعني في محطة تانية كده جنب البيت عندنا الإيثيلين عندهم ب3.5 أو 3.40. دي طبعا بعملة هنا، بعملة الريال البرازيل. ما تخافيش ده صوت الموتوسيكل. هنا ما تسمعش صوت كلاكس ولا اي حاجة. دي اصوات عربية وموتوسيكل كده ماشية. انما عدي. انما كلاكس هنا اساسا ممنوع. يعني في اوقات لو ضربت هات ايدك ما تخافيش. لو ضربت فيها كلاكس، مش فاكرة من الساعة متهيألي 8 بالليل لتاني يوم الساعة 6 الصبح. لو ضربت فيها كلاكس اي سبب من الاسباب تاخد مخالفة وتدفع غرامة كبيرة. هنا المخالفات غراماتها مش عادية، واحيانا ممكن الرخصة تلغي منك خالص. وبعدين هما بيحترموا الطريق، فمش محتاجين يدوا اي كلاكس او اي كلام من ده.
ده زي ماركت صغير، مش صغير يعني، هو بالنسبة لهم هنا هو صغير يعني. مول صغنن كده، زي حاجة عندنا اسمها سيفينس أو